السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الساندويتش اللي ساهل التحضير، تقدروا توجدوه في اخر لحظه، خصوصا في هاد العشر الاواخر. كنبغيو هكا شي حاجه اللي تكون ساهله بدون عجين، يعني نوجدوا شي حاجه اللي تكون ساهله في اخر لحظه. فغنشارك معكم هاد الساندويتش، يعني كيتوجد في اخر لحظه، تخليو حتى يقرب المغرب 5 دقائق، يعني توجدوا فيه الساندويتش ديالكم واجد ساهل. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو الكفته، سواء الكفته ديال اللحم او الكفته ديال الدجاج اللي متوفر عندكم، وديروا يعني الكميه بطبيعه الحال على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. فهنا درت الكفته، ضفت شويه ديال الملح وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، واحد بصيله اللي صغيره حكيتها في الحكاكه الغليظه، وشويه ديال الثومه، ضفت شويه ديال التحميره. وهنا غادي نضيف شويه ديال الربيع، يعني نديروا العطريه اللحم ديالنا. غادي نحركها مزيان حتى كتدخلها مزيان ديك العطريه اللي درنا. وغادي تاخذوا الورقه ديال الطاكوس، يعني تاخذوها واجده، وغادي تحاولوا نسرحوا عليها ديك الكفته ديالنا، تحاولوا تضغطوا عليها مزيان هكا باش تلصق على الخبز ديال التورتيلا. بهذه الطريقه سهله وواضحه في الفيديو. كما قلت لكم هاد الساندويتش راه كيوجد في اخر لحظه. تحطوا يعني توزعوا ديك الكفته على الورقه ديالكم. وهنا غنشارك معكم واحد الصوص اللي تقدروا ترافقوها مع هاد الساندويتش. الا ما عندكمش هكا مايونيز ولا صوص الجيريان ولا صوص اندلس، تقدروا توجدوا غير هذه في الدار. غادي ناخذ هنايا واحد حبه صغيره ديال البصله اللي غادي نشلضها مزيان بهذا الشكل. وهنا غادي ناخذ الكورنيشو اللي هو الخيار المخلل، كما تقدروا ديروا الزيتون وتقطعوه بنفس الطريقه. وهنا غادي ناخذ واحد الياغورت طبيعي اولا المايونيز الا عندكم تقدروا ديروه. انا غادي نضيف شويه ديال الهريسه بودر، شويه ديال الزعتر، غنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وهكا تكون الصلصه ديالنا واجده، يعني تقدروا ترافقوها مع الساندويتش ديالكم. دابا غادي ندوزو باش نطيبوا الساندويتش ديالنا. كما قلت لكم راه كيوجد في اخر لحظه. غادي تاخذوا مقله وتدهنوها شويه بالزيت، وتاخذوا ديك الورقه ديال الطاكوس وتحاولوا تحطوها في المقيله يعني تزيدوا عليها العافيه باش هكا ديك الكفته ما تطلقش لكم الماء صافي. وكنخليها حتى كطيب ديك الحشوه، راه دغيا كطيب. كنحاولوا نضغطوا عليها مزيان هكا باش تلصق لينا مع الورقه، ومن هنا تطيب لينا ديك الكفته بهذه الطريقه. هنا غادي ناخذ يعني الورقه ديالي، غادي نقلبها هنايا في هذه المقله. يعني تقدروا تقلبوها غير في المقله نيت فاش طيبتوها. انا بغيت نطيبها في هذه باش تخلي ليا ديك الخطوطه بحال هكا بانيني، بحال الطاكوس. غادي نخليها. ودابا غادي ندوزو للحشوه اللي ساهله. غادي تاخذوا شويه ديال الفرماج الا متوفر عندكم، وغادي ندير شويه ديال الخس وشويه ديال البصله. فهنا تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو ديروا حتى الفريت، ديروا الفريت هكا بطاطا مقليه وديروها هكا في الوسط، وديروا شويه ديال الفرماج، الخس وشويه ديال البصله اللي شلطتها كما كتلاحظوا. هنا غادي ناخذ شويه من ديك الصلصه اللي شاركت معاكم. كما تقدروا يعني تستغناو عليها، ديروا اي صلصه متوفره عندكم في الدار. انا هنا عندي هاد الصوص اندلس، غادي نديرها مع الحشوه، ندير هكا خط من الفوق، وهكا تيكون الساندويتش ديالي واجد. هنا غادي نسد على الساندويتش ديالي ونخلي حتى كتحمر ليا ديك الورقه، ونحاول نقلبها. فبالنسبه للمقله راه تقدروا كما قلت لكم تقلبوها غير في ديك المقله فاش طيبتوا الكفته، يعني غير طيب لكم ديك الكفته تحاولوا تقلبوها في نفس المقله. انا بغيت نحمرها في هذه باش هكا تخلي ليا ديك السطوره في الورقه ديال التورتيلا، باش تجيني الشكل ديالها بحال الشكل ديال الطاكوس. اولا ديروها يعني حتى تعمروا الطاكوس ديالكم وتسدوه هكا، تضغطوا عليها هكا في البانيني، لكم الاختيار. وهكذا يكون الساندويتش ديالنا واجد ساهل. كما قلت لكم راه يعني كيوجد في اخر لحظه، حتى كتبغيو يعني تاكلوه عاد باش كطيبوه هكا باش كيتكل وهو سخون. وهنايا غادي نشارك معكم واحده اخرى. الطريقه راه سهله كما كتلاحظوا، وكيجي رائع ولذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه. كما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا البطاطا مقليه الفريت
هكا في الحشوه، ديروا الفرماج والفريت وديروا هكا لي صوص من الداخل. كتجي يعني ساندويش اللي لذيذ بزاف وساهل. وبالنسبه للكفته يعني تقدروا ديروا حتى الكفته ديال اللدان، ماشي بالضروره ديروا الكفته ديال اللحم. وهكا تيكون الساندويش ديالنا واجد. كيجي هكا مفرمج كيجي داك الفرماج دايب من الداخل ولذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. نتمنى ان شاء الله تجربوه وكتقدموه بالصحه والراحه. وبالنسبه لهذا الساندويش راه ماشي بالضروره ديروا هذا الشكل اللي درت انا، فبامكانكم انكم طيبوا ديك الحشوه ديال الكفته وتاخذوا الحشوه ديالكم تحطوها هكا في الجنب وتروليو، ديروا فيه بحال الشكل ديال التاكوس، يعني تروليو ديك الورقه وتضغطوا عليها هكا في البانيني ولا دوزوه في المقله حتى كتحمر من جميع الجوانب. فلكم الاختيار بالنسبه للشكل. فانتوما يعني كديروا اللي متوفر عندكم بطبيعه الحال وكما عجبكم الساندويتش ديالكم. كما كتلاحظوا معايا كيجي ساندويتش اللي رائع بزاف ولذيذ ما تشبعوش منه، خصوصا هكا ملي كتاكلوه هو سخون كيذوب داك الفرماج من الداخل. فنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم بالتعليق ديالكم الزوين اللي كتفرحني، وتبارطاجيو الوصفه مع عائلتكم وحبابكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه نتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد للقناه. بسلام عليكم الى فيديو جديد.